بس انتوا بخلي بالكم ويسالوا علي. طيب الله يصلح حالك. برضه يا حاج فزاع انا عايزك انت الاعجب. همام برغم انه بتاع مشاكل بس اللي عليها حديد ما تزعلش، واحنا جسر ده يا بيقلع الحديد وحياة ربنا يا حاج هارون بيقلع الحديد. السلام عليكم يا رجالي. سلام ورحمة الله. خير يا حاج بسيوني. انت داخل علينا بالسلاح ليه يا حاج بسيوني؟ خير الحمد لله، الدنيا ما عادش بامان يا رجال. انت عليك طار ولا ايه؟ ما عليش طار. امال ايه؟ دي الوقت ما عادش فيه غدر اكتر من غدر النسوان. نسوان؟ النسوان نازله تقتل رجالتها يا رجال. انا سمعت الخبر ده صحيح. قلتلي رجالتهم ده رجالتهم اللي تلاقوهم مش تمام، مش قد جوه. لا الموضوع ده انا سامعه صحيح يا حاج فزاع. النسوان نازله تجزر في رجالتي. جزر في رجالتي؟ وليه قتلت راجله عشان طلع ريح وهو نايم. ايه؟ قامت قطعت خشمه. ليه بطلع ريح نووي؟ انا عارف يا اخوي النسوان ما عادش الدرجات دي؟ لا هو انتوا ما بتسمعوش في النشر الاخبار والتلفزيون ولا ايه؟ والله ما انا شاغل بالي بالمواد دي خالص. ده واحده قتلت راجلها عشان صينيه كيكه محروقه، بيقول لها ليه؟ جت غزاه بالسكينه وطلعها من الحمد لله ان انا ما اتكلمتش على حله المحشي. الحمد لله. عرفت الاقي حاج هارون وملك عليها حلفان. الصباع تقول مغطسه وصباح البلد ومطلعه اسود. قول وانت ساكت. احسن الحاج بسيوني الكلام اللي بيقوله ده بيقول لك كان عشان صينيه كيكه قتلت الراجل. يا نهار اسود. 7 حالات قتل، حريم قتل رجاليتي، النسوان عايزه تقرضني عن ابو الرجاله المقروضين. هي الايه انقلبت يا جماعه. طول عمرنا نسمع ان الراجل يخبط له ليه في وسط راسه هيجيب اجل ايه؟ دلوقتي النسوان هي اللي بتقتل. ده كان زمان ايام ما كان الراجل راجل والمرأة مرأة. انت متاثر كده ليه يا حاج فزاع فين؟ اسكت يا حاج هارون. اسكت. واتاري الولية عندي من بقالها يومين مش على بعضها. ليه؟ رايحة جاية كده مش جابلالي كلمة خالص، وان قلت على حاجة لا يبقى يد النهار الاسود. خلي بالك يا حاج فزاع. والله العظيم ده انت وعيتني كده. اراها دي اتقفى وطاحت في النسوان بحال. طب والعمل يا حاج بسيوني؟ انا ماشي بسلاحي، لو لقيت حتى الولية بصت اي بصة عند اخوها وقلت ده لها انا اروح قلت لها من قبل ما تفكر هي تعمل لي اي حاجة. بس برضه يا جماعه المفروض ان كل واحد ياخد استعداده فعلا وهو نايم. انت تكهرب نفسك احسن يا حاج فزاع وانت نايم. كهرب نفسك. قرب نفسك. طب ما يموت. طب ما قلت لها ومفك نفسي من ميتين. والله ربنا يستر، انا ماشي دلوقتي عشان انا بقالي 4 ايام صاحي نفسي انام شويه، بس انتوا بخلي بالكم ويسالوا علي. طيب الله يصلح حالك. ما تقلقوش. فجحت لي يا راجل. ده بالنار شاي من جوه. ايه اللي تكت عزيزات بس ما تقلقوش. يا نهار طب انت رايح على فين؟ انا مروح بقى. روح سايبني. يا رارو. خليك انت معايا العمر ما يسلمش. لما أنا نبقوا 2 احسن ما يبقى واحد لوحده. انا مش مروح النهارده خالص. ايوه خليك. انا بقيت خايف نقوم نقفل الباب دي بالمفتاح. والله لو جوا اقفل عليها بطنا من ضيق. نعم نقفل بدل ده باين عليها ليله سوداء. ايه الصوت دي؟ ايوه يا اختي، نايمة عشان لما انام تقتليني. اهدي ومجهزة السطور كمان. عم استغنانك يا هنادي. لا عليها طريق ما تحصل. انا نكتفها الاول عشان لما انام وتروح عليا نومه تقوم ما تقتلنيش. انا انصح منك يا هنادي. اصحابي يا اختي، بابور جاز انت ولا بابور جاز؟ المفروض كل واحد يكتف وليته بايدي. النسوان ما عادش عندها امان. من قامت عليك حيطة. جهزالي سطوحة تكتريني يا وليه. أنا تكتريني يا وليه. والله العظيم غصب عليك يا فناكي. هوشي يا أبو جملي. هوشي أنت الجمل. تعمل إيه يا مسيون؟ قولي. اسكت.
تقتلوني؟ قلت لك لا يا راجل. عايزين تقتلوني يا وليه؟ انت اتكلمت يا راجل. اسكت يا وليه. ها؟ عايزة تقتليني؟ قلت لك لا. ما تعرفش تقتليني ليه؟ امال انت عايزة السطور جنبك ليه؟ عشان تسرني عشان الذبيحة. عشان ايه؟ عشان تسرني عشان نذبحها بيه. مين الذبيحة؟ انا الذبيحة يا اختي. البقرة اللي جوا اللي بتاعت العين. بقرة؟ هو فيه بقرة غير عين نبح؟ انتوا يا نسوان ما عادش عندكم امان ابدا. عايزة تقتليني يا وليه؟ قلت لك ايه مش انت اتكلمت ولا؟ ده وليه قتلت الرجل عشان بيطلع ريح. فما بالك انا بقى اللي خاربها من كل حته، هتعملي فيها ايه؟ على الطلاق ما نسيبك يا عنان. ما انا مستحملك يا مسؤول. ومين قال لي عندهم استحمال؟ انسي اللي انا نصحيه محلك ابدا، خليكي تيجي. الحقني يا زوجلة. زوجنا ولا مش يا زوجنا؟ زوجلة. والنبي فرحك وانا مطمن. فكني يا مسؤول. الحقني يا بكرة. يا نهار اسود. ايه يا ولد؟ ايه اللي عامل فيها كده؟ بس ابوك يا انا اللي رابطها. طب ايه؟ يا فيها وليه كانت خشمه راجلي، ووليه ذبحت راجلي. النسوان نازله تقتل في الرجال. انت غلبان هبل. امال النسوان اللي بتاعت النت دي كله غلبان يا اخويا، وفي الاخر احنا اللي نندبح. حلاني بقى يا مسؤول. والله ما طب تنحل. حلاوه ما عادش عامله حاجه. هو انا عملت حاجة اصلا. جهاز السطور يا زوجلي، جهاز السطور. انسى عشان تسرني يا بطل تذبحها بيه. انسى يا هنادي نحلك. اطلع يا عم بس حديها ما عادش عامله حاجه. عايز نحليه. نقطع رقبتها في الاول. نقطع رقبتها. ما انت كده ما قلتيها هتفكنا منها ليه؟ خلاص مش هنلهي، اتكل على الله. قول ماشي. لا والكورونا نروح للشيخ هارون. ده انت ما عادش نافع فيك حاجه. انت ما انتش طبيعي. احنا اللي تروح ورا كده نرقد وانا مطمن. الحقوني يا عم. اسكتي يا بنت الكلب. اسكتي. نام. انت شايف؟ يا مرحبا. نقول لك بقى يا فزاع. ايوه قول يا ولية قول. خدنا ونروح فين؟ انا داخل في الهوا. انت عارفه ان انا تعبان وعندي الضغط. اللي هي اللي تنفع للذبح، واللي هي اللي تنفع لتقطيع العظام. وليه ده كله ده ما فيش حاجه وحشه عملت من يوم ما عرفنا بعضين. ما اصله عشان نبقى شاطره زي النسوان اليومين دول. تفك نفسها بدري. فكينا من النسوان اليمين دول. فكينا الله لا يجازيك. قولي بقى ان هي اللي تنفع للذبح وان هي اللي تقطيع العظام. بقول لك ايه؟ انت فكينا من الاثنين دول. فكينا منهم. الله يخليك بداية على قد. لا ما بالكلام بس انت عرفي. خليك في دي. اسكتي. دي ما تعملش حاجه. ما تعملش ليه؟ والله تعملوا كل حاجه. ما خليني ذكيه بقى. دولت حاميين نقطع بيهم. تقطع على طول. تقطع على طول. ايوه تقطع على طول ازاي؟ روح اعملي اللي تعمليه. الاثنين ينفعوا. خرب بيتك يا فزاع. لولا القطع. كلام الحاج بسيونة صح. نعمل ايه في اللي تندايب دي؟ ترولية ناوية على نية سودة على قلق السطور جه ما ذبحنا به بقرة تلاقيه. استغفر الله زي ما هو. لا انما عشان تيجي تقتلني على الجاهز. والله لازم نعرف الولية دي بفنيتها ايه. لو يكون اللي في بالي صحيح لنشرب من دمها من حد. يا فزاع يا فزاع. موبايله نايم. يا فزاع. ها انت ما بتردش ليه؟ انا علي دي. ايه دي؟ مش عارفه هو راح فين. والله لا نعلمه الادب. الموضوع ده لو حقيقي كده
يبقى عليه العوض بقى في رجاله العزبه. حشرون حقني حشرون الحقني مشكلة يا حشرون الحقني الله يخرب الحقني ابوي هيقتل امي رميتها على السرير. استنى بس عشان نجمع. ما تجمع كنت انا لسه هتجمع يا ابني مش امي امك اللي هتقتل هتموت ابوك. وابوي هيتجنن على شكله مجنون. هتذبحني يا حلفان. تعالي خليني بقى يا دسيون علي الطلاق منحان. انا مراتك حبيبتك يا حشرون. حقني حشرون اهو حشرون. لا يا مسيون اللي انت عامله دي. ايه يا هارون؟ يا راح حلو ليه يا راجل مش كده؟ انت تعرف حاجه يا هارون؟ ايه اللي حصل؟ لقيتها حاطه سطور هنا، يعني نعمل تقول تقطعني. ليه يا هنان؟ اقعد يا هارون هو تعال. انت هتعملي زي النسوان بتاعت اليومين دول؟ لا والله يا حاج هارون انا هقول لك على كل حاجه. انا كنت حاطط سطور هنا وعمال اللي جنب الخطوه دي كنت هخليه يروح يسن عشان الذبيحه اللي تشوفها دي. طب يا بسيوني مش معنى ان وليه ولا اتنين عقلهم مخبول يبقى نسوانا زيهم، نسوانا متربيين. انا مش خليلها يا حاج هارون. يا راجل نسوانا متربيين وعندهم مبادئ. لا اكيد برضه يا راجل عشان خاطر والنبي يا راجل اكيد الست دي كنت عايزه تسن السطور زي ما هي بتقول كده، مش معنى انها جابتها كنت عايزه تقطعها. انا مسيني بتضربني بالشبشب من اول يا حاج وسوني. ايه معلش عشان خاطر خليه اقتلي. معلش عشان خاطر طيب عشان خاطر. لا انا اعمل لك حاجه. على ضمان. على ضمانتي يا راجل. يا راجل انقتلتك عندي يا لو انقتلتني هنعمل ايه الان؟ اقتلها وخد وليدي. يا اخي ما تقلقش مفيش اقتلها حاجه. وخد وليدي وفكني مني. هل يا حاج بسيوني من يم يا حاج يا راجل بقى العمر ده كله هنقعد كتير مش معقول يا راجل. انا كنت عندي دقاق. والنبي ما كنت كمان. لا لا بسم الله. واستنونا بالجديد بسيوني همام زقلة وفزاع، احنا اساس الابداع ومعانا عبد العال يا ابني احنا اساس الضحك.